اتسمى القصر بالاسم ده. وبعد كده القصر ده بقى مقر لجامعة إبراهيم باشا اللي هي جامعة عين شمس دلوقتي. الخديوي إسماعيل برضو مد للعباسية سكة الحديد وأنشأ ميدان لمسابقات الخيول، وانتشرت بعد كده المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية زي ما قلنا جامعة عين شمس ووزارة السياحة ووزارة الكهرباء. ولأن الجو والهواء في العباسية نقي جدا اتعمل فيها مستشفيات كتير زي المستشفى اليوناني والمستشفى الإيطالي ومستشفى الحميات ومستشفى الدمرداش، بس أشهرهم مستشفى الأمراض النفسية، وسبب الشهرة دي إنها أقدم مستشفى لعلاج الأمراض النفسية في مصر. والمستشفى دي زمان كانت عبارة عن قصر وحصل فيه حريق دمر القصر كله ما عدا مبنى مكون من دورين تم إعادة بناؤه بعد الحريق وتلون باللون الأصفر، وعشان كده اتسمت السرايا الصفراء. وتحول القصر بعدها لمستشفى أمراض نفسية في عهد الخديوي توفيق سنة 1883.